بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدقة الفطر تجب على حر مسلم مكلف عند الإمام. نعم، فالمكلف بده يدفعها عن القصر. مالك لنصاب عند الإمام أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي تجب على من ملك قوت يومه. فالمال إذا كان بالنسبة له فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج الغير تجي معنا إن شاء الله. يخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء. إذا عنده أولاد يطالع عن الأولاد. فالولد إذا بطن أمه لساته ما في عليه صدقة فطر. أما إذا خرج رأس الولد وأكثر جسده وقدم الصبح، هذا الولد تجب عليه صدقة فطر. اليوم الناس عم تطالع على الولد اللي بطن أمه عمره 3-4 أشهر. نعم، عسى الله سبحانه وتعالى يحفظهم إياه. ولا تجب على الجد في ظاهر الرواية. كتاب ظاهر الرواية مفتى به، كتاب عظيم. يعني الأب إذا كان فقير ما معه، اللي ما معه ما بيدفع. مثلا ما معه مال ما بيدفع صدقة فطر، ما معه ياكل. يا ترى بيدفع الجد عن الحفيد؟ قالوا بأنه بيدفع. وولده الكبير، إذا عندي أولاد، لأن أولادي كبار عايشين نعم لحالهم فاتحين بيوتنا، بيدفعوا عن نفسهم وعن نسائهم وأولادهم. وزوجته، زوجتي أنا بدفع عنها صدقة فطر، أنا ما واجبني أدفع عليها لكن بدفع عنها. وهي نصف صاع من بر. الصاع 3700 جرام، يعني كيلين قمح. كيلو القمح اليوم ببلادنا حقه 300 ليرة، فصدقة الفطر 600 ليرة، والوسط فيها 1000 ليرة. صاع نعم، نصف صاع من بر أو دقيقه طحين أو سويقه برغل أو صاع تمر. الشيء اللي أنت بتاكل منه، يعني صاع تمر، من أي تمر أنت بتاكل؟ تمر بحقه 1000 ليرة، صاع 4 كيلو تقريبا، يعني 4000 ليرة. تاكل من التمر اللي حقه 1500 ليرة، هذا 6000 ليرة صدقة الفطر تبعك. الغني بيدفع القيمة الكبيرة والفقير بيدفع القيمة القليلة. أو صاع زبيب. نعم. فيجوز دفع الفدية عند الإمام أبي حنيفة، أنه ندفع المال، وهي أسرع لقضاء حاجة الفقير. عند الإمام الشافعي ما تجزئ القيمة، بده يدفع من غالب قوت أهل البلد. يعني مثلا غالب قوت الناس اليوم الرز، ففي عنا مثلا احنا رز سيدي هشام حقه 550 ليرة الكيلو. في رز معونات حقه نعم الكيلو 50 ليرة. فاللي بياكل من رز المعونات بيطالع كيلين رز معونات. اللي بياكل رز سيدي هشام بيطالع. اللي بياكل رز الشعلان نعم حقه 800 ليرة، فبيطالع نعم 1600 ليرة. اللي عم تاكل منه بتدفع نعم، بتطالع منه او بتدفع قيمته عند الامام ابي حنيفه. عند الامام الشافعي لا يجزي، بدك تطالع اكل. نعم. فالإنسان بيطالع آخر وقت معه بيبدأ صدقة الفطر من حين دخل شهر رمضان لآخر يوم برمضان. نعم، الفجر صلاة العيد انتهى. إذا لو إنسان بيطالع صار الصدقة عادية، ما عاد صدقة فطر. نعم. والتأخير مكروه. نعم. بيدفع كل شخص فطرته لإنسان. نعم. بجوز تفريقة على جماعة بس مع الكراهة. نعم. بجوز أعطاء جماعة نعطي لواحد بصح. نعم. والمال نعم بالنسبة لنا إذا كان بدنا ندفع صدقة فطر، ففي أقاربنا محاويج ما أجزأت إذا بنعطي الغريب، فبنعطي أهلنا. أهلنا ما في فقراء بنعطي جيراننا. جيراننا ما في فقراء بنعطي أهل مصلحتنا. نفس المصلحة اللي عم نشتغل فيها احنا، لأنه بنعرفهم شو هن، نعرف فقير من غني. ما في من أهل محلتنا من أهل مصلحتنا فقراء بنعطي أهل محلتنا. مثلا منطقة الصالحية الشيخ محي الدين، منطقة الميدان، منطقة كذا، شو منطقة اللي فيها الإنسان بيدفع الصدقة فيها. منطلعها لبرا
في حال إذا في أحوج. هلا مثلا أولادنا بألمانيا إذا بعتوا لأهليهم بالشام بيجزي. كيف مقدار الإطعام؟ هلا إطعام مسكين، إن أطعمنا مسكين بألمانيا نعطيناه مقدار عنا 600 ليرة ما بتطعميه هيك، 600 ليرة يورو، اليورو ما بيطعميه. وإذا بعتنا من هنيك 10 يورو مشان ياكل فيها هون، الفقير بيكيف فيها، الفقير بيدعي له. الفقير هون بده 600 ليرة، هنيك بده 10 يورو أو 12 يورو. فالمكان اللي هو الواحد موجود فيه بيدفع فيه. ويقول الإمام أبو حفص الكبير قال: إذا دفعت الفطرة للأباعد وفي أقاربك محاويج ما أجزأت. وقول الإمام النووي: إذا إنسان ما بيصلي دير بالك ما تعطيه فطرتك. فلذلك نعم إن شاء الله نحن شو في عنا أسئلة بإذن الله بنجاوب عليها ونتكلم مع بعضنا إن شاء الله على البوست اللي بنزله أخونا. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم.